عارفني من نفسك. عوض صاحب محل فراخ هنا. عوض، كلمنا عن منطقة الهجانة ومشاكلكم هنا. مشاكل؟ مفيش مشاكل، هي الناس تعبانة، قلة شغل وقلة عمل وقلة يعني ايه، قلة الحاجة غالية، كمان حاجة غالية. الفراخ بتنزل لي ب 15 ونص، انا بايعها الزبون تعبان هنا، حياته على قده بسيط. يوم ما تجي لك 15 ونص تبيعها بكام هنا؟ ب 20؟ لا، ما ببيعهاش ب 20. اصل هنا انت تبيعها ب 20 تبيعها في الزمالك، في الحتت الراقيه شويه، الناس اللي تبقى ايه اعلى. ما بتزودها جنيه و2 جنيه بس يعني؟ جنيه بس او جنيه ونص. في ناس بتزود 2 جنيه، اما بتكون رخيصه بزود 2 جنيه عشان تجيب معايا ايه. هل الناس الاقبال عليك كتير بالنسبه اللي ياكل الفراخ هنا ولا قليل؟ نسبه الاقبال الناس اللي بيشتروا منك كتير؟ لا يعني الناس تعبانه برضك لسه، ايه، لسه معاش فلوس من الاخر، ناس مش شغاله. نسبه الاميه كام هنا؟ ما في يعني مثلا اقول انت لك هنا انا يا استاذ، احنا في منطقه زي الهجانه مثلا، يعني هتلاقي نسبه محدود الدخل حوالي 80%. انت معايا؟ يعني محدود الدخل هتلاقي 80%. والباقي اللي مسرح من الاصل، يعني من الجد نفسه. يا موظف. بالنسبه بقى هتلاقي 80% هتلاقيهم محدود الدخل. بالنسبه للبلطجه هنا، في بلطجه هنا في الهجانه اكيد؟ في، بس مش جامده زي منطقه زي السيده، في حته الاجرام فيها جامد. انما هنا يعني هل انتوا في تجار بعينهم هنا انت عارفينه مثلا بيبيعوا في الهجانه؟ بتوع ايه؟ مخدرات او ناس بيبلطجوا هنا؟ الناس بعينها، اشهر الناس موجوده في الهجانه، لان الهجانه موجود فيها، بس انا عايزين نعرف مين هم. لا والله هنا بتوع الحاجات دي يعني الناس يعني واخدين جنب لوحدهم، يعني مش كتار في الهجانه ولا قليلين؟ كتار هم في الهجانه ولا قليلين؟ لا مش كتير ولا حاجه، اعداد يعني. نوع النشاط بتاعهم ايه يعني؟ زي اللي بيتاجر في البنك وبيتاجر في الحشيش، الخمور، يعني الحاجات الشعبيه اللي دارجه في قول لحضرتك بالنسبه لعزبه الهجانه مشاكلها ايه؟ اكل، شرب. اول مشكله الصحه، يعني بالنسبه لمشكله الصحه هنا. مشكله الصحه ما فيش عندنا هنا غير مستوصف موجود في طريق المترو هنا. المستوصف دوت ما يعني كل فين وفين على ما تكشف ويدوك علاج. يعني لو رحت مثلا الساعه 9 الصبح ما تلاقيش علاج، تلاقي تذكره مثلا تدفع بدل التذكره العاديه ومجنيه ونص، التذكره دي بتدفع فيها 4 جنيه. يعني بعد الساعه 9 بيقول لك ان ايه، ان وقت الدعم تقريبا خلص، يعني او وقت التذكره المدعمه خلص. فحاليا دلوقتي لا في علاج ولا في مستشفيات، ولا اللي بيعيا يا اما يروح مستشفى خاص يا اما يروح مثلا مستشفى الحيوان العام. يعني هو طبعا جميع مستشفيات القطاع العام انت عارف ما فيهاش امكانيات. يعني احنا كان عندنا موته هنا امبارح، بنت البنود كان عندها كهرباء زياده في المخ. بنت البنود دي على ما وصلت المستشفى وعشان تتحجز ملقوش مكان سرير عشان خاطر يدخلوها فتوفت. وبينكم هنا وبين اقرب مستشفى كام كيلو؟ بتاع حوالي 5 كيلو، اللي هي المستشفى بتاعها اللي هي حلوان مستحصيه العام. يعني هنا لا قدر الله حد اتلدغ من تعبان عقربه، هل الوحده هنا الموجوده في لا، الوحده دي اخرها الساعه 10 الصبح. طب هنا الوحده اخر امكانياتها ايه؟ اخر يوم ما يعالجوا ايه؟ اخر امكانياتها انت بتموت وهيدوا لك برشامتين وعلبه دواء. خلاص الموضوع انت شريت برشام وعلبه دواء، حتى اذا كنت انت بقى بيك ايه يعني ما كانت. ده بالنسبه للتعليم. بالنسبه للصحه، بالنسبه للتعليم بقى. بالنسبه للتعليم هنا يعتبر تعليم بجهل. نسبة الأمية كام؟ نسبة الأمية ممكن تقول 60%. عدد الخريجين كليات هنا كام؟ عملية بسيطة، ممكن ترجع لحوالي 30%، 25%. نشاط الناس هنا يعني معتمدين على ايه في أكل عيشهم؟ معتمدين على البيع والشراء والأكل والشرب والخضار
والطماطم السلع اللي هي متداوله، الفراخ واللحمه والاكل والشرب، وكل واحد على قد امكانياته. النهارده اللي بيجيب فرخه 50 جنيه ما يقدرش يجيبها تاني يوم ب 50 جنيه لان مفيش 50 جنيه. فالحياه متوسط دخل الفرد هنا كام تقريبا؟ ممكن يجيب 100 جنيه في يوم ويقعد عليهم شهر، ممكن يجيب 100 جنيه في يوم ويقعد عليهم 10 ايام. يعني الراجل ده شغال معايا مثلا اللي جنبك ده، الراجل ده شغال معايا في الكهرباء، انا محمد فهمي شغال في احد شركات الكهرباء. الراجل ده شغال معايا، يعني مثلا كان شغال معايا اول امبارح اديته 70 جنيه. بقى لنا دلوقتي 4 ايام اهوت ما جبناش ال 70 جنيه ده. قاعدين مفيش شغل. الحاله الامنيه في المنطقه، الحاله الامنيه دلوقتي حاليا ابتدت الحكومه ان هي تنزل. حاليا دلوقتي بيدوروا على حاجتين اتنين، ايه هما؟ الاخوان والمسجلين واللي عليهم محكمه، اكتر من كده لا. بس هنا معروف عن الهجانه الى حد ما ان هي تجاره مخدرات. كان الاول بامانه كان الاول، لكن حاليا دلوقتي ما فيش، كلها الناس عاوزه يعني ما حتى اللي بيتاجر في حاجه زي كده حاليا دلوقتي ما بيقدرش يتاجر، لان الحكومه نفسها ابتدت تنزل وتتداول في الشوارع وتفتش وتقلب. اكبر تجار المخدرات اللي هنا كانوا معروفين في ازمه الهجانه